اللهم لك الحمد حمد الذاكرين وحمد الشاكرين، حمد الصائمين القائمين المجاهدين المرابطين في سبيلك، وأنت يا الله رب العالمين. أيها الإخوة المجاهدون المرابطون، إن رمضان شهر الخير والبركة، له نكهة خاصة ومذاق متميز في هذا العام. فرمضان في كل عام علمنا الصلاة، وعلمنا الصيام، وعلمنا قراءة القرآن، وعلمنا قيام الليل. ورمضان في هذا العام علمنا الصلاة لنكون أحرارا، علمنا الصيام لنكون ثوارا، علمنا القرآن وذكر الله لنجعل ذكر الله أكبر، فلا نقدم على الله أحد، ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. في رمضان السابق، في رمضانات الماضية، كنا نصوم لأنفسنا، وفي هذا العام وفي رمضان الجهاد والرباط نصوم للأيتام، نصوم من أجل المساكين، نصوم من أجل المستضعفين، نصوم من أجل مقارعة الظالمين. فرمضان لم يعد حكرا علينا، رمضان الخير أصبح للغير ولدفع الظالمين ونصرة للمظلومين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. أيها المجاهدون المرابطون، لقد أدركتم أكثر من غيركم وأنتم في هذه الأماكن الصعبة، في هذه الجبال الشرسة، أنه لا عاصم لكم إلا الله، ولا معين لكم إلا الله، ولا حافظ لكم إلا الله. فوثقوا صلتكم بربكم، حافظوا على صلواتكم، حافظوا على قراءة القرآن، حافظوا على الطاعة، حافظوا على الأخوة، حافظوا على قيام الليل، حافظوا على حسبنا الله ونعم الوكيل. احفظوا الله يحفظكم، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت اسأل الله، وإذا استعنت استعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. اعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. أيها المجاهدون المرابطون، إنكم تواجهون عدوا لا يعرف قيما، لا يعرف دينا، لا يفرق بين صغير ولا بين كبير. بالأمس يقتل 8 من الأطفال في مدينة مأرب، يرسل عليهم الصواريخ ليمزق أجسادهم. هذه هي هداياه لليمنيين في رمضان وفي أيام العيد. فالله الله اقطعوا يد المعتدي، الله الله يا رجال ردوا عن المساكين والمستضعفين. إن هذه الدماء أمانة في أعناقكم، وأمانة في أعناق كل حر لا يقبل الضيم على إنسان. صلاح الدين رحمه الله عندما طلب منه أن يؤجل الجهاد أياما معدودات قال كلمات خالدة، قال: إن العمر قصير، وإن الأجل غير معلوم، وإن بقاء المغتصب لأرض المسلمين يوم واحد منكر، لا أتحمل مسؤوليته أمام الله ولا أمام الناس. فأجمعوا الآها من تحت الثرى حمما قد أنضجته قرونا من تلظيه، وأجمعوا الدمع طوفانا أزيل به حكم الطغاة من الدنيا وأنفيه. فالمسؤولية عليكم، أنتم
من ستنقذون اليمن وأبناء اليمن من هؤلاء العابثين المجرمين الذين أعمى الحقد أبصارهم وطمست العمالة على قلوبهم وعقولهم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. شكرا لكم أيها المجاهدون المرابطون، تركتم أبناءكم ليسعد الناس مع أبنائهم، تركتم أسركم لينعم الناس بالأمن مع أسرهم، تركتم لذتكم ليتلذذ الناس ويسعدوا في بيوتهم وأماكنهم آمنين. فالشكر لكم من الله أولا، ثم من كل يتيم ومن كل أرملة ومن كل مسكين، بل من كل آمن في بيته. إنهم جميعا يقبلون جباهكم الطاهرة وأيديكم النقية ويقولون لكم أنتم سابقتنا، ونحن بإذن الله دروعا لكم نحميكم من ورائكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. أيها المجاهدون المرابطون، لنجعل لهذا العيد مذاق آخر. إننا لن نتصافح فيه مصافحة عادية، مصافحتنا في هذا العيد ببنادقنا. إننا لن نقبل بأفواهنا، بل سنقبل بأفواه مدافعنا على رؤوس الظالمين. إن تحاياكم سترسلها هذه الطائرات التي تقول لكل ظالم ومتجبر يومك قد أتى وزوالك بإذن الله قريب. كل عام وأنتم مجاهدون مرابطون، كل عام وأنتم صابرون محتسبون، كل عام وأنتم دافعون لكل ظالم، كل عام وأنتم نصرة لكل مظلوم. رحم الله شهداءنا، وشفى الله جرحانا، وثبت الله مجاهدينا، وشكر الله لكم ما قدمتم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.